المجد هو لربنا بس. احنا عايزين ناخد صور مع الاباء الكهنة. معانا. خليها معانا. انا عرقت خالص. مش عارفه. ليلى معاك. بصراحة مجهود خرافي اللي شفناه دلوقتي، وفعلا لازم نقدم شكر يعني لشبان وشابات كورال مرمورقس على المجهود بتاعهم اللي عملوه، وخاصة الأستاذ أشرف إشرافه على، وسامر على الأورج، وجوزيف بولس فيديو، وسامي عبد الملك تصوير، ومايكل طبعا عشان البرزنتيشن بتاعت البروجيكتور. فعلا كل الحاجات الصغيرة دي، كل المسات الصغيرة دي بتعمل فرق كبير، وبنشوف فعلا يعني مجهود حلو جدا. ربنا يبارك المجهود بتاعهم. كل سنة وانتم طيبين.
أحب في الأول برضو أكرر شكري لكل المجهودات اللي اتعملت النهاردة، فعلا حاجة تفرح. وأحب برضو أهنئكم بمناسبة انتهاء عام فضل دقايق وينتهي 99 ويبتدي عام 2000، ودي بداية سنة جديدة، قرن جديد وألفية جديدة. فأرجو من ربنا الأيام الحلوة دي تكون سبب بركة وفرح وسلام لكل واحد هنا ولإخواتنا برضو اللي مش موجودين معانا. وإحنا بنعد الدقايق والثواني اللي فاضلة على انتهاء العام دوا وبداية العام الجديد، بنفتكر أهمية الوقت في حياتنا. بنسمع كتير في المجتمع بره بيقولوا إن في عندهم تعبير شهير كده time is money، يعني الوقت يعني هو يعتبر زي المال أو زي الفلوس، فلا يجب إهداره زي ما لا يجب إهدار الفلوس. طبعا ده منظور مادي بحت، لكن لو احنا حاولنا ان احنا نجد البديل الروحي للقول دوا، ممكن نقدر نقول time is life، الوقت هو حياة والحياة هي وقت. First, I'd like to congratulate everyone for all the good work that was done and for the end of the 1999 year and the beginning of a new year 2000 and the beginning of a new century, new millennium. And I hope these special days are a source for blessing for everyone here who's present and those our brothers and sisters who are not here tonight. As we count the final minutes, the final seconds of this year, we remember how important is time in our life. We keep hearing a lot that time is money. And the society outside believes strongly in this, that we should not waste time like we should not waste money in the same way. But this is a purely materialistic point of view. If we try to find a spiritual replacement for this expression, we can say that time is life and life is time. And you know, life is precious. That means time is also precious. فلو نحب ان احنا لازم عشان الوقت ده حاجة ثمينة ربنا اداها لنا، فلازم نكرس وقتنا لربنا. فده مهم جدا في تكريس حياتنا ان احنا نكرس وقتنا لربنا. الوقت دي ربنا خلق الوقت لينا زي ما خلق الشمس والقمر وحط نظام اليوم والليل، خلق الوقت لينا. وزي كل المخلوقات الجميلة اللي ربنا خلقها لينا لخدمة الإنسان، كذلك الوقت ربنا خلقه لخدمة الإنسان. فهو وزنة من الوزنات اللي ربنا اداها لنا. وزي كل وزنات اللي ربنا اداها لنا، ممكن نستخدم الوقت لمجد اسمه القدوس ولفايدتنا الروحية، وممكن نسيء استخدام الوقت ونبدده بلا هدف أو فايدة. والوقت وزنة مهمة جدا لأنه بيسير في اتجاه واحد، ولا يمكن استرجاع الوقت اللي ضاع. زي شمعة مولعينها بتتحرق، ممكن الشمعة دي نحطها زي ما بيقول الإنجيل تحت مكيال. الشمعة عمالة تتحرق وتخلص، لكن محدش شايف منها حاجة. لكن ممكن الشمعة نحطها على المنارة فليضيء لكل من في البيت. الشمعة برضو عمالة تتحرق، لكن عمالة تنور ليها فايدة. في تلك الحالتين الشمعة بتتحرق، لكن هناك فرق كبير بين ان احنا نغطيها او ان احنا نخبيها او احنا نحطها على منارة. فالوقت وزنة مهمة جدا في حياتنا. Time is
is very precious. So that's why we need to consecrate our time to serve God. We have to set aside time to share with God. God created time for us when He created all the planets, the sun, night and day. He created time for us. And like all the beautiful creatures, the wonderful creatures that God has created for us, to help us so His time, He made it so that for our service. It's a talent that God gave us. It's a very important talent that we can use to glorify His holy name and to benefit spiritually, but we can also misuse and waste without any goal or benefit. And there's some special character about time that it goes in one direction. We cannot retrieve time that has been wasted. It just goes in one direction, exactly like a candle. When you light a candle, it keeps burning. You can take it and hide it, and no one can see it. It's still burning. Or you can put it on a lampstand so everyone in the house can see it. In both cases, the candle is burning, but you can see the difference between the two situations. So one thing very important that we should learn is time is very important talent that God has gave us. مش بس الوقت وزنه مهمة بصفة عامة، لكن كل لحظة في الوقت مهمة. ليه؟ في حياة كل إنسان في لحظات حرجة. في سفر أيوب مثلا نجد أيوب الصديق بيتحدث عن الأشرار في صحاح 21 آية 13 ويقول: يقفون أيامهم بالخير وفي لحظة يسقطون إلى الهاوية. يعني ممكن عايشين فاكرين نفسهم الأشرار إن هم عايشين في خير، لكن في لحظة واحدة يسقطوا. وأيضا التجارب بتيجي في لحظات قليلة، زي ما نقرأ في تجربة السيد المسيح على الجبل إن أصعده إبليس على جبل عال وأراه ممالك كل المسكونة في لحظة من الزمان. يعني ممكن التجربة بتيجي الإنسان في مجرد لحظة. ده كل اللي بيحتاجه عدو الخير إن هو يعمله معانا، لحظة من الزمان يوقعنا في تجربة. وغالبا ساعات كتيرة بناخد قرارات متسرعة في لحظات، حتى بنسميها split second decision، يعني قرار في أقل من ثانية. وغالبا تؤدي القرارات السريعة المتسرعة دي إلى نتائج غير مستحبة وتبعدنا عن ربنا. لكن برضو نبص على الناحية المضيئة إن ساعات كتيرة في أحداث كتيرة بتتعمل بسرعة بتكون للخير وللبنيان، واللحظات دي ثمينة جدا. كمثال شفنا الأسبوع اللي فات أما القديسة العذراء مريم راحت زارت إليصابات، يقول إيه الكتاب: فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا. ما اهتمتش بالمسافة البعيدة من ناصرة إلى مدينة يهوذا أو سنها الصغير أو وضعها في المجتمع بعد بشارة الملاك زي ما كنا شفنا في الأوبريت النهاردة. ما اهتمتش كل دوا، لكن راحت على طول، ما تأخرتش، إن دي خدمة مهمة كانت لازم تعملها. مثال تاني هو مثال الابن الضال. لما رجع إلى نفسه ما تأخرش، راح قام قال: أقوم دلوقتي وأرجع إلى أبي واستسمحه. وفعلا قام وأبوه قبل توبته ورجع إلى حضن أبيه. فنتعلم من كده إن عمل التوبة في حياتنا لا يجب أن نؤجله، بل لو نقدر نتوب النهاردة ودلوقتي لازم نعمله دلوقتي، ما تأخرش فيه. كل لحظة مهمة جدا. Not only time is an important talent in our lives in general, but every moment counts. Why? Because in the life of everyone, there are few critical moments. Like, for example, in the book of Job, Job the righteous talks about the wicked, and he says,
they spend their days in wealth, and in a moment, they go down to the grave. Just a moment, one moment. Also, the temptations comes in a very small window of time, just a brief moment. We read in the Gospel of Matthew when our Lord was being tempted that the devil took him up on a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. So all it takes us a small moment in time. Many times we take these split-second decisions, and many times the results are not good for us spiritually. But we also want to look at the positive side, that sometimes there are things that we need to do quickly, like what St. Mary did when we read this gospel last Sunday, when she went to Elizabeth. The gospel says, "Now Mary arose in those days and went into the hill country with haste to a city of Judah," because there's something that she had to do to serve and help Elizabeth. So she did not care about the distance between Nazareth and the city of Judah, which was very long. She did not care about her young age or about her status in the society after the angel told her what's going to happen to her. We also see the example of the prodigal son, who, after living in sin for some time, came to himself and realized where he was heading. He did not postpone his repentance. So one thing very important we'd like to learn tonight is that repentance is something that should not be delayed. Every moment is very important. لو حبينا ان احنا نكرس وقتنا ربنا، عدو الخير هيحاربنا من ناحيتين، الماضي والمستقبل. الماضي بكل اللي فيه من سقطات او فشل او مشكلات واجهتنا وما قدرناش نحلها، وطبعا ده بيولد يأس في الحياة الروحية. والمستقبل دي من ناحية، من الناحية التانية في المستقبل اللي احنا ما نعرفوش واللي دايما بنستصعبه، وده بيولد خوف. فإذا لو عايزين نكرس وقتنا، يبقى نكرس وقتنا من اللحظة الحاضرة دلوقتي. دي اللحظة اللي احنا بنعيشها، ولو كرسنا اللحظة دي ممكن نكرس اللحظة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. زي ما السيد المسيح عمل له المجد عمل مع زكا. قال له ايه؟ قال له اسرع يا زكا وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. اليوم، وقال له بعد كده في الآخر اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. ما قالوش هيجي لك بكرة، أو زكا ما قالوش تعالى لي بكرة أنا مش فاضي. لا، قال له النهاردة أنا جاي لك، والنهاردة هيحصل خلاص لهذا البيت. وزكا لم ييأس من اللي فات، كلنا عارفين زكا وماضيه، بل بالعكس رجاء، كان عنده رجاء ان المستقبل المضيء فيه حل لكل مشاكل الماضي المظلم. فمش سهل ان احنا نكرس اللحظة الحاضرة، وممكن نبتديها خطوة خطوة، لحظة لحظة. فلو قدرنا مثلا نكرس مثلا ربع ساعة النهاردة، ممكن بالتدريج نكرس تلت ساعة واكتر، ونقضي وقت اكتر مع ربنا. If we'd like to consecrate our time to God, Satan can fight us in two ways, by using the past and the future. The past with all its problems, with all its falls and failures, and this generates despair. And he would fight us with the future, with all the unknown things about the future, all the difficulties that we think we might encounter in the future. And this will generate fear. So really, if we want to consecrate time, we should start with the current moment, the present moment that we're living now. And if we can consecrate this moment, we can do the same with the next moment and the next moment and so on. Exactly like our Lord did with Zacchaeus when he told him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house.
And then he said, today salvation has come to this house. He didn't tell him, I'll come tomorrow. Zacchaeus didn't tell him, come to my house tomorrow, I'm busy today. And Zacchaeus did not despair, but he had hope that his future, once it's enlightened, will clear his dark past. And it's easy for us to consecrate a moment now, and then after that, we take it gradually. So if we can consecrate today 15 minutes, tomorrow or the day after, next week we can do 20 minutes and so forth. And we can just grow in our life with Christ. In the end, I would like to thank God for the gift of time. So first, thank Him for the gift of time. Realize it's a very important gift. Every moment counts, and we should start with the current moment. We also should always remember that Jesus Christ our Lord is on the door knocking all the time. So we should not delay or waste time in receiving Him into our hearts. I'd like to close with a real في الختام نحب نشكر ربنا على الوقت وإن هوازنا مهمة وكل لحظة مهمة ولازم نبدأ باللحظة الحاضرة. وربنا يسوع المسيح عمال واقف على الباب بيقرع بيقول لنا وعايز يدخل، فاحنا لا يجب ان احنا نتأخر او نتوانى في ان احنا نفتح له. أحب أختم بقصة حقيقية حصلت توريني أهمية الاستعداد وأهمية الوقت في حياتنا. كان في أحد الرؤساء السابقين في الخمسينات اسمه ايزنهاور. كان مرة في زيارة لدنفر وكان في طفل عنده 6 سنين عيان وكان في آخر مراحل من السرطان. وكان لما سمع ان الرئيس جاي يزور البلد قال لباباه انا عايز اقابل الرئيس قبل ما يحصل اي حاجه حتى من ولو على بعد. فالاب خد ابنه في حضنه كده وطبطب عليه وابتسم له، وطبعا من جوه هو حزين وعارف ايه اللي هيحصل، لكن برجاء قال له طب ما تكتب له جواب ان انت عايز تقابله. فراح الولد كتب جواب بيشرح للرئيس ظروفه، فتأثر. فما وصل الجواب اتأثر جدا، فراح طلب من السواق بتاعه ان هو قال له وديني عند الطفل دواء. فراح كده من غير ميعاد ولا من غير تليفون ولا حاجه، راح طلع وخبط. فنزل فخبط على الباب، ففوجئ الاب ان الرئيس على الباب وطلب ان هو يقابل ابنه. فارتبك لانه ما كانش متوقع الزياره دي. فاعتذر الرئيس وقال له انا ما اتكلمتش في التليفون لكن انا عايز اقعد مع ابنك. وقعد شويه معاه وخده فرجه على العربيه وقضى معاه شويه وقت، وبعد كده رجع تاني. الولد رجع فرحان جدا، دي فرقت معاه جدا انه حاجه زي كده تحصل، لكن ابوه كان متضايق. فساله ابنه ليه انت متضايق؟ ده اتحققت امنيتي. فالاب قال له معقوله اقابل الرئيس وانا لابس الجينز ومش لابس هدوم كويسه تليق بمقابلته؟ فابتسم الولد وقال له طب ده جه علشاني مش علشانك، لانه بيحبني وكان عايز يشوفني، انت ما كنتش عارف ان هو جاي يزورني. فرد الولد، ودي حته المهمه، قال ما دام احنا بعتنا له جواب كان لازم نتوقع ان هو هيجي يزورنا واحنا لازم نكون مستعدين. فكان بالحري احنا استعدادنا لملاقاة ملك الملوك ورب الارباب. ونقول مع يوحنا الحبيب امين تعالى يا رب يسوع. احنا مش هنضيع وقت، احنا عايزين نكون مستعدين من النهارده. يا ريت نكرس وقتنا وحياتنا لربنا، وهو هيعيننا على استخدام الوقت المجد اسمه القدوس. I just would like to close with a very brief story, a real story that happened in the 50s when Eisenhower was president. There was this young boy in Denver who was sick and in the very late stages of cancer. He's 6 years old. And he really wanted to see the president. So he went to his father and told him, Dad, I really want to see the president.